بسم الله. اللهم صل على النبي. النهارده نزلنا السوق وما شاء الله لقينا القطة رخيصة وجميلة جدا. التلاتة كيلو ب10. وطبعا كل سنة وانتم طيبين، رمضان خلاص اهو. فاحنا بقى ايه، اي حاجة يكون سعرها حلو نروح جايبينها ومخزنينها عشان رمضان. يعني هنعمل شوية صلصة بالقطة الحلوة دي. 3 كيلو ب10. يا سلام، ارخص من اي كيس بطرمان هتجيبيه ويعمل لك كمية كبيرة. هنجيب القوطة ونغسلها طبعا وبعدين نقطعها. وهجيب بنجرية، حتة بنجرية كده اهوت مش كتيرة يعني، واروح ايه ضربهم بقى في الخلاط. هنضربهم في الخلاط ونحطهم على النار. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم. رمضان هل علينا اهو. ربنا يجعله عام خير وسعادة علينا ان شاء الله جميعا وعلى الأمة الإسلامية. جبنا النهارده السوق، رحنا السوق لقينا القوطة ايه ما شاء الله 3 كيلو ب10. فقلت ايه اجيب بقى صلصه لايه اول تفريزات رمضان. هعمل شويه صلصه بقى حلوين. جبنا القطه طبعا وغسلناها وقطعتها، حطيت عليها حته بنجريه واضربها في الخلاط. حاجه بسيطه جدا، واحط عليها شويه سكر صغننين واحطها على النار تتسبك. بعد ما ضربنا القطه في الخلاط حطيناها بقى على النار وسيبناها لغايه لما تتسبك. هنسيبها بقى لغايه لما ما يبقاش فيها ميه خالص. حطينا عليها شويه سكر صغيرين. عايزه تحطي شويه ملح كمان حطي، مش عايزه خلاص بلاش. انا بحط لها سكر بس، الملح بقى حسب ما بتستخدموه. النهارده ما شاء الله القوطه زي الفل وجميله. هنعملها بقى ايه صلصه. اول مره القوطه ترخص وتبقى جميله حلوه كده. ال3 كيلو ب10. فجبنا بقى القوطه وغسلناها وجبنا بنجريه كده صغيره كده، وبعدين هنمسكها بقى نحطها في الخلاط ونضربها. بعد ما نضربها في الخلاط هنروح حاطينها بقى ايه في الحله على النار ونسيبها تغلي بقى وتتسبك ونحط لها معلقه سكر. خلصنا بقى اخيرا الصلصه الجميله الحلوه، طعم بقى وصحيه ولا فيها مواد حافظه ولا فيها اي حاجه خالص. بعد ما سبكنا الصلصه القوطه بقى على النار وحطينا لها معلقه سكر، سيبناها لغايه لما استبكت خالص ما يبقاش فيها اي نقطه ميه. وبعدين عبيناها، مسكنا البطرمانات كنا غسلينها طبعا وحطيناها على النار، لا فيها ميه ولا حاجه تنشف عشان ما يبقاش ايه، ما يبقاش فيه اي نقطه ميه فيها. وعبيناها بقى في البطرمانات. صلصه بقى جميله جدا ولون وطعم، ولا تحسي بقى بحضاضه فيها كده حموضه ولا اي حاجه خالص. شويه السكر بتحطيهم بتخلي طعمها حلو وحاجه صحيه ومفيده، وبعدين رخيصه جدا. شوف ما شاء الله كل البطرمانات الجميله الحلوه دي ب10 جنيه. شوف بقى انت لو جبتي بطرمان واحد بس ولا كيس صلصة بكام؟ يعني 3 كيلو 3 كيلو قوطة عملناهم ما شاء الله. وحطينا عليهم بنجراية، البنجراية مثلا ب2 جنيه ولا 3 جنيه بالكتير. طبعا هناخد بنجراية صغيرة ب2 جنيه ولا حاجة، ونروح حطينا عليها وعاملين احلى صلصة لرمضان بقى. كل سنة وانتم طيبين. نبتدي نعمل بقى حاجة لرمضان، او ابتدينا اهو بقى ايه عملنا حاجات وابتدينا ايه كمان النهارده بالصلصه. واحلى صلصه هتشوفيها وهتستخدميها، طعمها جميل جدا ما شاء الله. هحط بقى البطرمانات دي اول ما تبرد بقى من السخونيه عشان هي لسه سخنه شويه. هحط على الوش شويه زيت، نقطه زيت كده على كل بطرمان، عشان ايه لو قعدت فتره كبيره ولا حاجه تبقى عامله طبقه عازله من النار. وعملنا الصلصه الجميله الحلوه اهي، سعر رخيص وحلو وتوفير. اي حاجه رخيصه هاتيها واستخدميها خزنيها، بحيث ما تبقى حاجه غاليه تقدري ايه، تقدري تستخدميها في الوقت اللي هي فيه غاليه فيه. هتحسي ان انت كانك لاقياه مش مشترياه. واحلى صلصه وبطريقه جميله جدا، ولا بتاعت المصانع ولا بتاعت مش عارفه ايه ولا الحاجات الحافظه ولا الحاجات دي، ولا تلاقي فيها حموضه ولا اي حاجه خالص، وطعمها جميل جدا. تقدري تستخدميها تحطيها في التلاجة كده وتستخدميها في رمضان، او تعبيها في اكياس وتحطيها في الفريزر
وقت ما تعوزي طلعي واستخدميها، وهتدوقي احلى صلصة دقتيها في حياتك، وبطريقة سهلة جدا وبسيطة وموفرة كمان، يعني مش غالية. خاصة ان القطة الايام دي ما شاء الله الكيلو ال3 كيلو ب10 جنيه، يعني حاجة حلوة قوي، ما حصلتش حتى في الصيف. فكويس الحمد لله السنة دي انها في الشتاء وب10 جنيه بس، ال3 كيلو ب10. تجيبي بقى في الفترة اللي زي دي، والبسلة برضك رخيصة الحمد لله. في حاجات كتيرة الايام دي حلوة. وحاولي بقى ما تشتريش مثلا من المحلات الغالية والحاجات دي، اشتري مثلا من عربيات الخضار من السوق، هتلاقي ارخص من كده كمان. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا يا رب. احلى صلصة وارخص صلصة، موفرة وطعم وجميل جدا. 3 كيلو قوطة ب10 جنيه، هتعملي بيهم بطرمانات قوطة كتيرة ما شاء الله، تحطي عليهم بنجرية واحدة. اللهم صل على النبي. طبعا الصلصة بعد ما عملناها سبكناها، هنشيل بقى منها رمضان، وهنخلي بقى شوية نستخدمهم دلوقتي. وسهلة جدا، يعني مثلا شوية دول خليتهم قلت هستخدمهم في الطبيخ، يبقى سهل جدا. تطلعي البصلة ولا الحاجة اللي هتعمليها وتروح حاطة البصلة متسبكة عليها، تحسي انك انتي ما عملتيش اي مجهود. لو محشي هتروحي جايبة البصلة بردك مع الخضرة مع البتاع، وتحطي الصلصة المسبكة دي برضه، تحسي يعني مجهود ما فيش خالص. والباقي بقى نحطهم في بطرمانات وعليهم نقطة زيت على الوش كده، ونخليهم بقى ايه في التلاجة، او نستخدمهم في رمضان او في اي وقت احنا عايزين. وممكن نستخدمه كمان بعد رمضان، ممكن نعبيه في اكياس ونحطه في الفريزر، ونخلي الاكياس مبططه فوق بعض كده، هتيجي تطلعي الكيس على قد الطبخه كده، ويبقى حاجه جميله وسهله جدا. احلى صلصه هتعمليها، خاصه ان الاوان دي اوان الصلصه ما شاء الله 3 كيلو ب10 جنيه. يعني كل ما اروح انزل اشتري خضار اروح مشتريه 3 كيلو ومخليه ومخزناه، غير الاستخدام بتاعي. تحس ان انت بقى ايه اما تيجي تستخدم القوطه او غلت، تحس ان ما شاء الله يعني كانك مشتريها رخيصه. كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب، وعلى مصر كلها، وعلى الامه الاسلاميه كلها، وعلى العرب كلهم جميعا. احلى صلصه وارخص صلصه، كيلو ال3 كيلو ب10 جنيه.